احمد حسام ميدو، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر. كنا حابين نعرف منك انتخابات طبعا مجلس الشعب، يمكن السنه دي حدث جديد على الناس كلها. انتخابات في نظام جديد، فكنا حابين نعرف منك انت يعني هتبقى منتمي لاي حزب، وانت رايك ايه في الانتخابات بعد ثوره 25 يناير؟ لا طبعا هي يعني اول مره انا حاسس ان الناس كلها يعني عايزه تثبت للعالم كله ان هم مستعدين للديمقراطيه ومستعدين ان صوتهم يبقى ليه ثمن. واكيد انا واحد زي الناس كلها، كلنا شايفين كل الناس نزلت. ويعني انا النهارده ان شاء الله رايح ادي صوتي في الدايره بتاعتي. والواحد اول مره يحس ان هو يعني صوته هيروح في المكان الصح وهيبقى على الاقل ليه قيمه يعني. طب ميدو، يعني اي الاحزاب انت منتمي ليها؟ لسه هروح اشوف، يعني انا قعدت اتكلمت مع ناس في الفتره اللي فاتت. لكن انا بصراحه يعني هنتخب اي حد غير الاسلاميين، يعني اي حد غير الاخوان واي حد غير الاحزاب الاسلاميه. لان انا شايف ان يعني بعيدا عن اي تعصب، ان انا شايف ان استغلال الدين يعني استغلال الدين في السياسه هو شيء خاطئ. وعمري ما هروح انتخب حزب يعني باني دعايته الاساسيه على اساس الدين. يمكن انت فكرتني برضه بجملة للشيخ محمد متولي الشعراوي ربنا يرحمه، قال لك: أتمنى أن يصل الدين لأهل السياسة، وأن لا يصل أهل الدين للسياسة تصل نفسهم. السياسه لاهل تصل الدين. السياسة لأهل الدين. اه. فيمكن انت برضه بنيت وجهة نظرك على لا طبعا يعني. النقطة ديت. يعني انا شايف ان انا عن نفسي طول عمري يعني بكره خلط السياسه باي شيء تاني، حتى خلط السياسه بالرياضه. م. لو وزي ما قلت لك ان انا صوتي هديه لاي حاجه غير اي حزب باني حملته وباني البرنامج بتاعه على اسس دينيه. في ختام يا ميدو برضه كنا حابين نعرف قصة ابراموفيتش والكلام اللي كان قاله واللي حدث ما بينكم في أوضة اللبس. لا مفيش حاجه طبعا. زلاتان يعني اخويا وراجل يعني وصديق يعني ليا لغايه دلوقتي. و... واحنا مرينا مع بعض بمواقف جميله كتيره جدا ومواقف سيئه كتيره جدا. منها كانت واقعه المقص طبعا اللي هو ذكرها في كتابه. زي ما بقول لك الواقع مفيش حاجه، يعني مفيش حاجه تتقال عنها كتير. لكن ان شاء الله يعني في البيوجرافي بتاعي او الكتاب اللي انا هعمله باذن الله هقول كل الواقع بالظبط ايه اللي حصل. ماشي، شكرا ليك يا ميدو. شكرا. شكرا.